يلتقي منتخب السعودية مع منتخب اليابان في مباراة تجمع بينهما في تصفية آسيا المؤهلة إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم. يرغب المنتخب السعودي في تحقيق الفوز وإيقاف انتصارات المنتخب الياباني من أجل العودة لصدارة المجموعة، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويتصدر المنتخب الياباني، ويأتي منتخب البحرين في المركز الثالث والمنتخب الإندونيسي في المركز الرابع، ويتزايل المجموعة المنتخب الصيني. تقام مباراة السعودية واليابان الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في ملعب الجوهرة المشعة، وتقام المباراة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية. تذاع مباراة السعودية واليابان عبر قناة بين سبورت بتعليق حسن العيدروسي، وتذاع على قناة الكأس القطرية بتعليق خليل البلوشي. ويسعى المنتخب السعودي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط إلى الفوز على حساب المنتخب الياباني الذي ينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط في المجموعة سي في تصفية كأس